كتير كنت أحبهم، عزيزين كانوا علي يعني غاليين علي، فكتير كنت أحبهم. بس الله بصبرنا، الله يرحمهم بالآخر، هيك قدرهم. كلمات صغيرة تخرج من طفلة ربما أصبحت هي الأهم في هذا البيت. بيت فقد 5 من ساكنيه، الأم وداد وأولادها ثائر وبشار ومدلين وحنين. حادث سير وقع على مدخل مدينة الخليل الشمالي، حول وجهة العائلة التي كانت في طريقها إلى رام الله إلى وجهة أخرى لا عودة فيها. فالأم والأولاد الثلاثة الكبار وطفل في بداية حياته الدراسية غادروا هذه الحياة وتركوا ذكريات آخر اللحظات تروى. اخوي عامل رحله في على للعمال، وانا قلت بديش اروح معك. قلت بديش اروح معك، قلت بدي اروح معهم على رام الله. الصبحيه اتصل علي تلفون ده بيقول لي لا بدك تروح معي. اصر علي اني اروح معه. لا تقول لي رحمه متائر خلاص روح شم الهوا معي الله يرحمه. قلت له قلت لتائر روح انت معهم، ضل زلمه معاهم كلهم. بعدين بشار الصغير عمره 7 سنين غصب روح معهم، صار يعيط بدوش يروح، بده يروح مع عمه على نوبه، بدوش يروح معهم الله يرحمه. امه اصرت عليه انها تاخذه معه، وراح اخذ معه وربنا الحمد لله رب العالمين اختاره الحمد لله. في ليلة الخميس وقبل بزوغ صباح يوم الحادث كان الوضع في البيت مختلف تماما. جلسة عائلية وتخطيط لحياة مستقبلية لثائر الولد الأكبر. أمنيات كبيرة رسمت في عقول العائلة، لكن القدر كان أسرع من تحقيق ولو واحدة منها. جاء صباح الجمعة وانطلقت العائلة في رحلتها الأخيرة، وعاد الحزن والألم للبيت وحيدا من هذه الرحلة. هم كانوا عن جد اللي قايمين بهذا البيت، هم كانوا السند لي، يعني هم كانوا يعينوني. يعني يوم تائر الله يرحمها يوم ما تجوزتها شافت وضعي هيك، شافت وضعي انه لو راحت تشتغل اذني 15 سنه لا تشتغل 15 سنه يعني والله لو واحده غيرها ما سوت هالشيء هون. بناتي حاسين فيي شايفين الوضع وراحوا يشتغلوا، مش عيب الشغل الحمد لله رب العالمين. 5 رحلوا ومثلهم بقوا في هذه العائلة، عائلة لا تملك سوى الدعوة بالرحمة لهم. 5 رحلوا معا، رحيل آلم كل إنسان، رحيل من شأنه أن يكون العنوان لوقف حوادث السير المفجعة. هنا كانت آخر مرة تجمعت فيها العائلة قبل الانطلاق إلى المشوار الأخير. عائلة انقسمت إلى قسمين، قسم تحت التراب وآخر فوقه. حادث سير خطف 5 منهم، فجع أليم وحزن لا تمحيه السنين. لتلفزيون القدس، محمد العدم، الخليل.